السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء كل حاجة حلوة في الدنيا. حبايب قلبي الغاليين، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي. توحشوني جدا جدا جدا. حبايب قلبي، هتكلم النهارده في موضوع مهم جدا جدا جدا. انا بالنسبة لي عايزة اقول لكم بيضايقني جدا الموضوع ده، بس قلت اشارككم فيه عشان في قصة كده احكيها لكم، او في شكوى كده احكيها لكم، وانتوا قولوا لي ايه رأيكم في رأيي، هل ده صح ولا غلط، واحب اسمع تعليقاتكم، اقرأ يعني تعليقاتكم. المهم هتكلم على موضوع التنمر. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم. انا بالنسبة لي الإعاقة ذهنية مش إعاقة جسدية. يعني لو حد عنده إعاقة في رجله، في إيده، في شكله، أيا كان الإعاقة، ما تحاسبنيش عليها، لأن دي حاجة خارجة عن إرادتي، حاجة دي غصب عني، حاجة قدرية. هو ربنا ابتلاني ان انا رجلي قصيرة، ان انا رجلي معوجة، ان انا مثلا عندي اي اعاقة في جسمي. لا، حاسبيني على تفكيري، حاسبيني على مخي، حاسبيني على الكلام اللي بيطلع مني، حاسبيني على اساءتي، لكن ما تحاسبنيش على حاجة انا ماليش يد فيها. الناس اللي بتتنمر على الناس، انا عايزة اعرف ان الشكل والجسم ما بيدومش. يعني ممكن للشكل يحصل اي حاجة، لو انت جميلة جمالك يروح، ممكن تعملي حادثة يجيلك شلل او يجيلك اي حاجة، ما تعرفيش تمشي، ما تعرفيش تتحركي، فدي إعاقة، دي حاجة ملكيش يد فيها. فلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم. إعاقة ذهنية في التفكير وفي العقل وفي الدين وفي الصح وفي الغلط، هو ده اللي أنا أحاسبك عليه. عايزه اقول لكم ان في قصه كده، ان بنوته بعتت مشكله، بتقول ان هي مخطوبه، كان متقدم لها شاب، وكانت مامتها ما كانتش موافقه عليه لانه قصير، هو اطول منها بحاجات بسيطه، قصير يعني. ومامتها ما كانتش موافقه، فهي البنت صممت عليه لان هو مؤدب وخلوق ومتربي وابن ناس، وفي الصفات الاساسيه جميله كتير، وبجانب كل ده بتقول ان هو مش مخليها ناقصه حاجه او عايزه حاجه نهائيا. فمامتها مستلماها ان هو ده قصير، وليه تمشي، ده هتمشي معاه ازاي، ومعرفش ايه، صحابك يشوفوه، هتخرجي معاه ازاي، ده قصير، شايفه فلان، شايفه علان. لدرجه لما بتروح فرح، تحضر فرح هي ومامتها، والعريس يبقى طويل، تقول لها شايفه العرسان اللي تفتح النفس، شايفه معرفش ايه، شايفه، وتفضل ايه تعيب لها على عريسها. بتقول لدرجه ان انا بقيت اتكسف امشي معاه. هي ربت في تفكيري الحاجة ديت، وبقيت اتكسف امشي معاه، وبقيت زعلانة، وبقيت ادقق فيه طول الوقت، في طوله، في شكله، في معرفش ايه، رغم ان هو محترم جدا وخلوق جدا. تمام. المهم هي مش عارفة بقى تعمل ايه علشان تراضي مامتها، ولا تكمل معاه، ولا تعمل ايه. انا عايزه بس اوجه رساله لمامه البنت دي، واقول لها تعالي بقى نشقلب القصه ديت، تعالي نخلي ابنك انتي هو عريس بنتك، وبنتك بنت ناس تانية. ايه شعورك لو رحتي اتقدمتي انتي وابنك لعروسه، ومامتها قالت لك ان لا مش هنقدر نوافق على ابنك عشان ابنك قصير وشكله، وطلعت لك فيه عيوب الدنيا كلها، وبنتنا حلوه، ايه شعورك؟ انا عايزاكي تقيسي كل اللي انت قلتيه لبنتك، عشان تعرفي قد ايه ان انت بتسيئي لخلقه ربنا. عايزه اعرف احساسك. طبعا هتبقي متضايقه وزعلانه، وابني، وممكن تاكليه الناس ديت، او تاكلي الست اللي بتتنمر على ابنك. فليه التنمر؟ يعني انا اتنمر على شخص يعني قصير، اتنمر على شخص مثلا معرفش صبعه ايه، ايده ايه. يا جماعة إعاقة ذهنية مش جسدية. ايه المشكلة حد تقدم لي عنده إعاقة في رجله، ايه المشكلة حد تقدم لي في إعاقة في ايده، ايه المشكلة
حد متقدم لي قصير، ايه المشكله؟ انت ليه طب روحي حاسبي يا ربنا، قولي له انت خلقت الانسان ده ليه. عايزه اقول لكم مفيش حد وحش، كل الناس، ما ربنا ما خلقش حد وحش، كل الناس حلوه، بس ربنا اداني تفكير، اداك انت جمال، اداني معرفش ايه، اداك انت حاجه بدلها. هو ربنا اداني حاجه واداك انت حاجه قصادها. مش شرط يبقى كل الناس حلوه، اللي بتتنمر دي وتقول بيضه سمراء تخينه رفيعه، الكلام ده خلي بالكوا الموضوع ده بيتقاس على سواء راجل او سواء ست. بس انا هو الموضوع جاي مع البنوته ديت اللي هي مذبذبه، وان هي بقت تدقق في خطيبها. عايزه اقول لك طالما انت كلام امك هزك وما بقيتيش قادره تاخدي قرار للانسان ده اذا كان هو ينفع تكملي معاه او ما تكمليش، فما تكمليش احسن، لان رايك بقى مهزوز. لا انا هقول كلمه واحده، هقول لماما قدريني انا هو وهو انا. يعني ليه اتنمر على خلقه ربنا؟ انت بتقولي كويس وبتقولي متدين وبتقولي مش مخليني عايزه حاجه، طب عايزه ايه اكتر من كده؟ تعالي بقى اجيب لك لماما، تعالي اجيب لماما بقى عريس يتجوزك طول بعرض بجمال بشكل بشعر بلون عيون، البنات كلها هتتجنن عليه وكل اللي يشوفه يقول يا ما هنا يا ما هناك، بس هيطلع عينك وهيطلع عين امك، وبعدين هيمد ايده عليكي وممكن يمد ايده على مامتك. طب ليه اخد واحد يهني ويبهدلني لمجرد شكله؟ طب وانا هعمل ايه بالشكل؟ انا هعمل ايه بالشكل؟ انا هعمل ايه بجسمه؟ هعمل ايه بطوله؟ لا انا عايزه تفكير، عايزه عقليه، عايزه روح تعيش معايا في البيت، عايزه حد يفهمني، عايزه حد يتقي الله فيا، عايزه حد يكون بيتقي الله في اهله وفي امه ويراعي ربنا فيهم، عشان لما يكون الشخص اللي انت ارتبطتي بيه بيخاف على امه وبيتقي الله وبيحكم، صدقيني هيتقي الله فيكي. صدقيني اوعي تفرحي بشاب بيعوق امه، اوعي تفرحي بشاب يعني علاقته بامه مش كويسه، اوعي تفرحي بيه صدقيني، ولا تقولي احنا هنبقوا بعيد ولا الكلام ده. اللي ملوش خير في امه مش هيبقى ليه خير فيكي. انت تاخديه، تسالي، تاخديه متدين، تاخديه بيخاف ربنا، تاخديه راعي ربنا فيكي، تاخديه مستوى الاجتماعي معقول مقارب لمستواكي، علشان تقدري تعيشي معاه. واهم حاجه انه يكون بيراعي ربنا. مش هفكر بقى ده طويل ده قصير ده تخين ده رفيع ده رجله اصلك معرفش ايه ده صباعه معوج ده مناخيره جايه كده، واقعد ايه ده؟ ايه التدقيق دي؟ هو احنا لينا شيء في نفسينا؟ لينا شيء في نفسينا؟ هو احنا نقدر ولا نعرف نخلق دوفر؟ ما نعرفش، احنا ما نعرفش. دي خلقة ربنا يا جماعة، وكل حاجة بإيدين ربنا. أهم حاجة العقلية، وحطي تحت كلمة العقل مليون خط. يا ما أكم رجالة كتير حلوة، يا ما أكم رجالة كتير جميلة وما فيهاش عقل، ما فيهاش تفكير، ما تعرفيش تتفاهمي معاهم. كل اللي يشوفه يقولك يا جماله، يا جمال جوزك، يا بسم الله ما شاء الله، بس هو مطلع عينك، ما فيش عقل، ما فيش تفكير. طب ليه بقى؟ فأنا بتمنى إن الحلقة دي تستفيدوا منها، وبتمنى أسمع رأيكم، وبتمنى تكون حلقة خفيفة، واعذروني لو أنا انفعلت شوية، بس والله في حاجات كده بتصدر من ناس بتضايقني. معلش. أنا لما بدخل في الموضوع قوي بسرح، فبحس ان انا بتنرفز، فحاجات بتضايق والله. الحمد لله على كل شيء، ونحمد ربنا على كل حال. مفيش حاجة بتدوم، لا الجمال بيدوم ولا الجسم بيدوم ولا في حاجة بتدوم. ما بتدوم الا الروح والعقل والتفكير، كل حاجة حلوة، الكلام الحلو هو اللي بيدوم. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو. وخلاص كده انا خلصت البيت وعملت المطبخ ولبست كمان، وهقول لكم باي باي. يلا باي باي.